ما هي الحياة السياسية كده، يروح شمير يجي بيرس، يروح بيرس يجي رابن، وبعدها شارون، وبعدها يروح جايب لك ايه؟ باراك واولمرت وبيبي وكهنة ودرع وليبرمان ولبيد، ودلوقتي يقول لك ايه؟ بنجفير. ما خلاص يا عم، ده انتوا هرتونا فزاعات. والاسرائيليين دول كل ما يتزنقوا باجازه يروحوا مسقطين الحكومه وعاملين انتخابات جديده. انتخابات جديده، انتخابات بمغلفاته ببرجوداته بخناقاته بسلطاته ببابا غنوجه. احنا هنفضل نتخانق بالسياسه؟ ما نبص الحاجات التانيه. فين ايام خناقات الزمن الجميل؟ ركنة العربية، تتخانق مع جارك عشان يوطي الصوت، تتخانق مع جارتك عشان مية الزرع اللي سقتها وسخ لك زوم الغسيل الملون المنشور. ودلوقتي انت هتقولوا لي بص على الفيسبوك، دي الامور هناك مشعلله، ايشي تجمع وايشي جبهه وايشي سامي وايشي ايلا حسون وتصريحات وفلوس امريكيه وايشي عزمي بشاره وقطر. خلاص، ده انتوا تكوعين في الناينتيز، خناقات قديمه قوي عليها غبره والشعشبون مكانها. طب دلوقتي انت هتسألني طب انا اعمل ايه؟ انا المواطن البسيط الغلبان اللي يحب يتخانق ويفضفض، اعمل ايه بعد ما الانتخابات خلصت؟ اهي دي علامة من ربنا او من المخرج بيقول ايه؟ بيلمح لنا ان الكورة دلوقتي بملعبنا، فاضل علينا نختار الخناقة الجديدة، وهي يا جماعة المونديال. الأرجنتين والبرازيل وألمانيا والطلاينة لا الطلاينة ايه؟ دول ما عدوش زي حالتنا. ومين هيجيب الجون؟ ومين هياخد الكاس؟ نخون ولا مش نخون؟ نخون ولا مش نخون؟ ولكن we are in a deep shit. نحن في براز عميق وعاوزين اللي يوجهنا نتخانق على ايه وامتى. انا عندي فكرة وجدتها بالعربي يوريكا، يعني هنعمل كالندر سنوي، يعني نجدول فيه مواسم الخناقات كلها، وكده هنعرف نشتغل نضيف. يعني في يناير مثلا نتخانق على درجة حرارة الحموم على سبيل المثال، طبعا لا الحصر. في عيد الأم هنتخانق هل يجوز أو لا يجوز شرعا الاحتفال بعيد الأم ست الحبايب، وهكذا دواليك. كل شهر له الخناقة بتاعته. والآن هنيجي للموضوع الثاني، ولا نروح للسادس من مرة واحدة؟